السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهاردة انا جاي اقولك على شوية تريكات في اللعبة دي، اللعبة اللي هي بتاعت القطط. انا كنت منشر لكم برضو لعبة شبيهة لها بس لعبة عربيات، فانا هعمل لكم شوية تريكات في اللعبة دي. ولعبة العربيات انا قلت لكم على شوية تريكات فيها، فالنهاردة انا جاي اشرح لك شوية تريكات في اللعبة دي. بس قبل ما نخش على التريكات فما تنساش تدعمنا بالله وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس. ويلا بينا نخش في الموضوع بتاعنا على طول. يلا بينا. وطبعا التريكات بتاعتنا هتعمل ايه؟ التريكات هتعلم المستوى بتاعك بسرعة، يعني هتخليك تجمع قطط بسرعة. وطبعا القطط طول ما انت بتجمع قطط مرتبطة بالمستوى بتاعك، يعني اعلى قطة انت بتجيبها هي المستوى بتاعك. يعني ايه الكلام ده يا امير؟ عايزك تبصلي على المستوى بتاعي اللي هو فوق الصورة بتاعتي اللي في اعلى الشاشة دي، اللي هو تحت الصورة هتلاقي المستوى 31. عايزك تبص على القطط دي وشوف اعلى قطة هتلاقيها برضو رقم 31 اللي هي في الاسفل دي القطة رقم 31. كده القطط مرتبطة بالمستوى، يعني القطة رقم 31 هو مش رقمها، هو ده المستوى بتاعها 31، ده اعلى قطة. يعني زي العربيات، زي الفيديو بتاع العربيات اللي كنت شرحه لك برضو، هو المستوى بتاعك. لو جيت تعرف مثلا اخر القطط كام، لو جينا ضغطنا على حاجة اسمها المجموعة اللي هي تحت دي هتلاقي القطط كلها، يعني فاتح حوالي 31 قطة. لو جيت تعمل كده بص لحد 31 قطة، القطة رقم 31 اللي لسه قايل لكم عليها، ولسه في قطط تانية يعني لو جيت دنيتك تدور كده هتلاقي اخرهم 60. لو انت فتحت بقى ال 60 قطة هيبقى مستواك 60. كده انت هتعرف تسحب العمل بتاعتك اللي هي العملة الخضراء، يعني هتعرف تسحب فلوسك من العملة الخضراء. وطبعا السحب في العملة الخضراء بيكون صعب في ايه؟ يعني عندك بص، لو جبت المستوى 55 تسحب 10 بس، 10 جنيه بس. جبت المستوى 60 تسحب 500 عادي. جبت المستوى 60 تسحب 1000 عادي، 1000 جنيه يعني. او البديل لها اللي هي الاسماك، يعني سيبك من المستوى، لو جمعت 800 سمكة تقدر تسحب برضو. الاسماك بتاعتي كان معاها 69، لازم تجمع 800 علشان تعرف تسحب المبالغ بتاعتك دي. فانا قلت لكم جاي اقول لكم على التريكات دي، هي اللي هتعلم المستوى بتاعك وهتكتر من القطط. اولا علشان تعمل التريكات دي لازم تركز معايا. بس قبل ما نخش في الشرح ما تنساش تصلي على سيدنا محمد، ويلا بينا نخش في الموضوع على طول. اول حاجه في حاجه اسمها الالي اللي هي دي، لو ضغطت عليها بتعمل لك ايه الآلة دي؟ اول حاجه لو عملنا بالتأكيد فبيظهر اعلان، تمام؟ بتسمع الاعلان وبعدين الآلة بتبدأ تشتغل. بتعمل ايه الآلة دي؟ الآلة دي عامله زي الروبوت. يعني ايه الكلام ده برضو؟ يعني هو اللي بيجمع لك القطط. انت عليك بتعمل ايه؟ بتضغط بس هنا علشان تجيب القطط، تطلع قطط. طبعا مفيش مكان فارغ. وبرضه لو واجهت لك مشكله، ان انا كنت شارح لكم في فيديو قبل كده برضه ان الاماكن اللي هي بتاعت القطط ساعات بتكون مليانه زي ما موجود هنا لازم ادينا التكه اقول لك لا يوجد منصب فارغ. فتفرغها ازاي؟ في طريقتين تقدر تفرغهم بيها، او 3 طرق كمان. اول طريقه اللي هي بتاعت القطط المتصابه، طبعا تقدر تضغط عليها وتعالجها عادي، تمام. وتاني طريقة اللي هي الهدية اللي موجودة دي، بتضغط عليها زي كده وبعدين بتشاهد اعلان فبتسيب لك برضو مكان فارغ. في بقى حل تالت. الحل التالت ايه؟ يعني مثلا لو في قطة انت مش بتستعملها او مش عايزها، فانت بتعمل ايه؟ فبتسحب القطة. يعني مثلا انا هسحب القطة دي كده، بتسحبها كده على حاجة اسمها المنفى. اول ما بتعمل عليها كده بعدين بتبيع القطة، بتبدلها بالعملة دي وبتاخدها لك، تمام؟ بتعمل تأكيد وبتبدلها. وهي دي كانت الطريقة التالتة. وطبعا زي ما قلت لك ان الآلة دي بتجمع لك القطط، وهي دي كانت التركايه، تمام. في تركايه كمان اللي هي السرعه، حاجه اسمها السرعه تحت، لو ضغطت عليها برضو بتشاهد اعلان وبعدين بتبقى سريعه، يعني بتجمع عليك قطط بسرعه، تمام. انت عليك بس انك تضغط هنا، بدانك تضغط على دي وهي بتطلع القطط وهو بيجمع وراك على طول. ده نظام روبوت بيجمع، تمام. وبرضو زي عايز اقول لكم على حاجه، ان لمده 5 دقائق، يعني الاله دي تقدر تعملها لمده 5 دقائق، تمام. ولو طلعت من اللعبة ولسه ال5 دقائق ما خلصوش تقدر تخش على اللعبة عادي، وهيكون فاضل لك برضو الدقايق اللي انت سبت اللعبة وخرجت فيها، وعادي تخش وتكمل عادي. وهي دي كانت تريكات، وده كان نهاية الفيديو. فما تنساش تدعمني باللايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتصلي على سيدنا محمد في التعليقات وتدعي لاخواتنا في كل مكان. وبالتوفيق للجميع، سلام.